مرحبا، رح أحضر اليوم وصفة البيتزا بالدجاج بصلصة الباربيكيو. بدنا 2.3 كوب من الطحين، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من البهارات التالية: بودرة تومة، بودرة بصل، زعتر أخضر ناشف، معلقتين كبار من الزيت، زيت الذرة العادي، معلقة كبيرة سكر. أخيرا هون بدنا مية دافية. المقصود بالمية الدافية إنه المية تكون على درجة حرارة الجسم، يعني لما تحطوا إصبعكم فيها زي هيك لا تكون باردة ولا تكون سخنة. أول إشي ضفنا الطحين، رح نضيف الخميرة والمكونات الجافة تباعا: سكر، ملح، بودرة التومة، بودرة البصل والزعتر. هلأ رح نحرك هاي المكونات عبين ما نتأكد إنهم اختلطوا منيح. رح نضيف زيت الذرة، تقدروا تستعملوا زيت عباد الشمس ما في مشكلة. رح نقلب. رح نضيف المية الدافية اللي قلنا هي لازم تكون بدرجة حرارة الجسم، أو بسموها درجة حرارة دمنا، يعني لما بنحط ايدنا فيها لا بتكون باردة ولا سخنة. هلا احنا صحيح قلنا بالمكونات انه بدنا كوب من المي، بس يمكن ما نحتاج كل الكوب. زي ما دايما بقولكم انه هي حسب نوع الطحين اللي احنا عم نستعمله بالنسبة للعجين. العجينة هيك صارت عنا جاهزة. رح نتركها هلأ لمدة نص ساعة عشان ترتاح ونحضر احنا مكونات الحشوة. العجينة صارت جاهزة عنا عشان نفردها بشكل دائري او بأي شكل تاني انتو حابين تعملوا البيتزا فيه. هون الصحن احنا اللي رح نستعمله او الصينية، حطينا فيها شوية زيت وبعدين رشينا فوقها شوية سميد عشان تعطيها قرشة زاكية. اول اشي رح نفرد العجين. هلا لاحظوا كيف فردناها بالصينية اللي رح نستعملها، حطينا لإلها زي حواف على الجنب، طلعنا العجين لفوق يعني. هلا أول إشي رح نستعمله، رح نحط الباربيكيو صوص اللي منلاقيه جاهز بالسوبر ماركت. بالإضافة للباربيكيو صوص اللي احنا حطيناه الصوص تبع البيتزا، بدنا المكونات التالية للحشوة. عنا هون زعتر ناشف معلقة صغيرة، بابريكا حرة نص معلقة صغيرة، بصلة متوسطة الحجم قليناها، قطعناها هيك قطع يعني منيحة مش كتير ناعمة وقليناها. عنا بابريكا مدخنة، جبنة الشيدر الأحمر، دجاج قطعناه لقطع صغيرة وقليناه، سوسج، وعنا هون جبنة الموتزاريلا. أول إشي قطعنا كل حبة سوسج عنا لنصين. لاحظوا كيف عم نحطهم بطريقة متباعدة شوي. حطينا السوسج بالطريقة اللي انتم ملاحظينها. هلأ هاي القطعة اللي تنيناها او اللي خليناها عالية على الجوانب رح نبلش ننزلها على السوسج، وبدنا نلف فيها السوسج بهاي الطريقة. بننزل هيك، بنلف السوسج بهاي الطريقة. هيك بس شوي صغيرة نعمل بهاي الطريقة بين كل حبة سوسج والتانية بإصبعنا. رح نبلش نحط البابريكا مع الزعتر.
إذا ما بدكم البابريكا الحارة بتقدروا تستغنوا عنها، البابريكا المدخنة. تقدروا تضيفوا بهارات دجاج كمان إذا بتحبوا. راح نضيف البصل. إذا بتحبوا نكهة البصل تكون أكتر بتقدروا تحطوا كمية أكبر من هاي، بتعملوا بصلتين مثلا بدل وحدة. الدجاج، وانتوا عم تقلوه بتقدروا تحطوا له ملح وفلفل عشان ما تحطوها هيك يعني فوق البيتزا، بتقلوها مع الدجاج فبياخد طعمة زاكية. نضيف جبنة الشيدر. وأخيرا جبنة الموتزاريلا. بعد ما جهزنا البيتزا راح ندخلها على فرن حرارته 180 درجة لمدة ثلث ساعة تقريبا لنص ساعة لحد ما تستوي عنا البيتزا. أزكى بيتزا الدجاج بصوص الباربيكيو صارت جاهزة عنا. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.